السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما، وإن شاء الله نشوفكم كده من المقبولين في كلية الشرطة والكلية الحربية ومعهد ضباط الصف ومعهد فني قوات مسلحة، وكل اللي نفسه في حاجة يحققها إن شاء الله بأمر الله. قبل ما أتكلم عن حلقة النهاردة، أتمنى من حضرتك تعمل لي اشتراك في الفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام. موضوع النهاردة عن كشف الهيئة، سواء لكلية الشرطة أو الكلية الحربية. تمام. طبعا كشف الهيئة كلنا عارفين إن ده يعتبر أهم عنصر في مرحلة الاختبارات كلها. يعني اللي تعدي ال9 اختبارات دول حاجة، وكشف الهيئة دي حاجة تانية خالص. تمام. هل انت هيئتك كظابط شرطة تنفع انك انت تلتحق بالكلية او بالمعهد، ولا الهيئة بتاعتك مش مهيئة لك انك انت تتقبل؟ تمام. انا طبعا هقول لك على اهم العناصر دلوقتي الاساسية اللي تاخد بالك منها في كشف الهيئة، سواء ضباط متخصصين حربية، شرطة، اي حاجة. كشف الهيئة يعتبر واحد. انت بيكون قاعد معاك قدامك كده مدير كلية، تمام، ومساعد وزير ولواءات واركان حرب وناس كتير، تمام، سواء شرطة او حربية. فده طبعا عنصر اساسي في كشف الهيئة. تمام. مبدئيا اتكلم عن اللبس. لبس كشف الهيئة. بص يا اخويا، اللبس بتاعك ما يكونش بقى الواسع اللي هو معبط ده، وما يكونش الضيق اللي هو ماسك اللبس اللي احنا بنلبسه ده، او اللبس اللي احنا بنشوفه. لا، خلي الحاجة كده هادية وتكون كلاسيك. تمام. معروف كشف الهيئة الجزمة بتاعتك تبقى سودا، تمام، تلمعها كده، بس بعد عن الجزم اللي هي بنصات، وبعد عن البرباط اللي فيها لمعة والحاجات دي. لا، هي الجزمة برباط اللي بتاعت الفرح والحاجات دي اللي انت عارفها دي. تمام. دي أول نقطة اللي هي الجزمة. ماشي. البنطلون طبعا كلاسيك اسود. كلاسيك اسود. تمام. قماش طيب تلبسه، ما تقفزوش بقى من تحت. تمام. تخليه على الجزمة، نازل على الجزمة كده، وفي كمان 3 4 سم يعني على الجزمة. ما تخليش كده لو مؤاخذة المفصل يكون ظاهر. تمام. لا، الحاجات دي تبقى انساها. تمام. هنتكلم عن الحزام. طبعا الحزام بيكون اسود. ماشي. القميص، كلية حربية القميص بيكون نص كم، اما في الشرطة بيكون بكم. تمام. انصحك برضو انك انت ما تكونش موسع كده القميص جامد، او ما يكونش القميص ضايق عليك خالص، يكون كده متناسق على جسمك، وتلبس من تحت محملات وبس على كده. تمام. وشعرك تكون حلق شعرك درجة واحدة، ما تعملش بقى تدريج واللي احنا بنعمله ده، لا، هي على واحد او اتنين. تمام. ممنوع الاكسسوارات، ممكن الساعة بس. تمام. واي خاتم والحاجات دي كلها طبعا مش موجودة خالص، انساها. تمام. اهم حاجة الحتة اللي جاية دي دلوقتي، دي اهم حاجة في الموضوع كله. تدخل راسك لفوق. تمام. ومعاك كشف الاسامي بينادم على اسمك. تمام. تدخل الكشف بتاعك يكون راسك لفوق كده. تمام. ما تبصش عليهم عشان ما تتهبش من حد. خلي ثقتك في نفسك كبيرة شوية. تدخل كده وتقف على المنصة بتاعتهم. تمام. وتقول البيانات بتاعتك. في كلية الشرطة كانوا 4 حاجات بنقولهم. تمام. الاسم، وكنا بنقول التقدير، وكنا بنقول موقف من كلية حربية، وكنا بنقول هواية مفضلة. وسألك اللواء أو رئيس الكلية ما سألنيش على حسب، بس هو على أيام أنا سألني 3 أسئلة. تمام. تمام. ممكن يسألك مؤهل الوالد، ممكن يسألك أنت منين، من مركز إيه، من قرية إيه، الهواية المفضلة إيه. فممكن يسألك 3 أسئلة أو ممكن سؤالين وبس على كده. تمام. أنت بقى عشان تعدي الحتة دي ما تتوترش، وتكون هادي، وراسك عينك فوق روسهم. العين دي فوق، تبص على روسهم، ما تبصش عليهم كده مباشر. تمام. عشان ما تتهبش من الموقف. واخد بالك انك انت هتبص هتلاقي اللهم صل على النبي سيوف ونسور وليله كبيره قوي سعادتك. تمام. وهتلاقي بقى اللواءات قاعده، وهتلاقي طبعا اركان حرب وناس كتير. تمام. فكل اللي عليك انك انت تبص عليهم كده. تمام. وما تبصش، ما تنزلش راسك لتحت، وما تبصش عليهم، لا، كده فوق رؤوسهم وتبص. ويكلمك ايوه يا فندم، كده على طول. لو السنة قال لك انت مثلا من اسكندريه، تمام يا فندم، من اسيوط، تمام يا فندم، كده. لا تقول اكتر ولا رد على كد السؤال وبس. ده يا جماعه يعتبر كشف الهيئه بالتفصيل. معلومه مهمه جدا جدا جدا. نصيحه من اخوك، بلاش تلبس اللبس قبل ما تدخل. البسه هناك، هم جوه هناك هيسيبوا لك وقت تلبس فيه. تمام. تلبس اللبس بتاعك ويكون منسق وهادي، تلبس وتسيبه بعد كده اللبس بتاعك، وبعد كده تدخل. تمام.
بعد ما تخلص تقلع ماشي، عايز تاخد اللبس القديم تلبسه ماشي، عايز تسيبه في الشنطة بتاعتك وماشي عادي. تمام. تمام. فنصيحة ما تلبسش اللبس من بره عشان ممكن يطرب، ممكن يحصل اي ظرف طارئ كده يخلي الطقم يبوظ وتبقى الليلة خربت خلاص. تمام. وبرضو تروح بدري، كشف الهيئة ده محتاج انك انت تروح بدري. تمام يا صاحبي. هو ده كل الموضوع. عندك سؤال، عندك استفسار، عندك اي اختبار مش فاهمه، سيب لي في الكومنت وانا هرد على كل الناس طبعا. تمام. بس اتمنى من حضراتكم تعملوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع تحيات اخوكم طارق البدري. بالتوفيق ليكم يا رب.